حزن الأمير تميم بن حمد على ضياع ركلة الجزاء التي لم تسجل للسعودية من خلال مجريات شوط المباراة الأول. إن شاء الله يا أبو حمد يعوضونك السعودية بإذن الله تعالى في الجولة القادمة أمام المكسيك، عندما يعلن بإذن الله تعالى من قطر فوز السعودية على المكسيك والتأهل لدور ال16 إن شاء الله تعالى في المباراة القادمة. محمد، هو الجميع حزين طبعا على النتيجة، إنما فخور بنفس الوقت بالأداء. ما تقدرش تلوم أي حد من لاعبي المنتخب السعودي، ما فيش حد بخل، الجميع بذل مجهود كبير. الفريق صنع 6-7 فرص، ضيع ضربة جزاء، هو المسيطر، هو المستحوذ. فأعتقد إن أنا زي ما قلت قبل المباراة طارق، إن المنتخب البولندي ينتظر أخطائك، ينتظر أخطائك. النهارده الأخطاء كانت موجودة على بعض الفترات من المباراة، استغلها طبعا. عندهم لاعبين مميزين، عنده ليفا من أحسن المهاجمين في العالم، انما اعتقد شكل الفريق واداء الفريق اداء كبير جدا جدا جدا. وهي دي سيناريوهات كرة القدم، تضيع فرص، يجي فرصة للمنافس يترجمها، تعاقب تترجمها الاهداف. انما اعتقد ان المباراة في المكسيك تبدا تحضيرها من الان. هيرفي رينار انا شايفه هو خارج من الملعب بيحضر للمباراة الثالثة. افصل بقى اللعيبه عن الاعلام، ما تدخلش حد، وركز وخلي الفريق زي ما هو ماشي. الفريق محتاج مزيد من التركيز، مزيد من المساندة، ابعاد الضغوط. نعم، الفريق قدم مباراة كبيرة قدام الأرجنتين، وبرضه مباراة كبيرة رغم الخسارة قدام بولندا. المكسيك أفضل من بولندا، إنما عندك أدواتك المميزة زي ما لعبت النهاردة، تقلل من أخطائك، تستغل فرصك. النهاردة معانا 2 مهاجمين موجودين، لو واحد اللي جنبي ده موجود النهاردة في الملعب كانت السعودية أحرزت أهداف كابتن ياسر، لأنها فعلا ينقصها المهاجم اللي يقدر يترجم الفرص لاهداف. مش معقوله المنتخب السعودي يخلق 6-7 فرص وما نجيبش جول في الاخر. واستحواذ في شوط المباراه الاول 59%، يعني كنت مسيطر انت. واستحواذ كبير صحيح. انا قلت بين الشوطين تيكي تاكا، كره قصيره، كره تستمتع بيها، مثلثات ومربعات واختراقات من العمق واختراقات من الاطراف. فشكل الفريق شكل فعال وايجابي. اتمنى مزيد من المسانده، ابعاد الاعلام، مزيد من التركيز. الامل ما زال موجود. صحيح، الامل ما زال موجود.